طبعا اليوم صرح قائد كلاب حراسة النفط مظلوم الزراطة عبدي. قال شو؟ قال التقارب ما بين الدولة السورية والنظام التركي هو مضر لمصلحة البلد. له يا عرصة، هلق مطموز انت، وهو بعرف متوجع كتير، عم تتألم، بس لما كنت انت عم تزحف وعم تتخلي امريكا تتواسط لك وما خليت دولة الا تتواسط لك مشان التقارب بينك وبين تركيا، ما مشي حالك ونيك ما كانت مضرة. ما هيك يا عرصة؟ بس ليك الضربة بتوجع. وانتو يا كلاب حراسة النفط، أدرك الناس اليوم بأنكم إلى مزبلة التاريخ، وسوف تدفعوا ثمن كل خياناتكم بسوريا، وراح نشوفكم رملا على قنديل. انتصروا لقلكم. قلت لي شو؟ مضرة لمصلحة البلد. أنا ناطر هذا اليوم لما بدنا ندوس أكبر راس فيكم يا عرصات، وهذا اليوم قرب جدا.